الحرقة كلمة جزائرية معروفة بتشير للهجرة غير النظامية، واليوم في حرقة عاملة ضجة في البلد. ففي 8 مراهقين جزائريين قدروا أنهم يوصلوا لجزيرة إسبانية على متن قارب صغير سرقوه من ميناء في الجزائر. ورغم أن الهجرة غير النظامية مو خبر غريب، لكن الرحلة هذه هي الأولى من نوعها، والسبب هو عمر المهاجرين اللي وصلوا لهناك، فأصغرهم عمره 14 سنة وأكبرهم قائد الرحلة عمره 17 سنة. المراهقين أجروا القارب من ميناء لابيروز في الجزائر وفتحوا تطبيق الخرائط وقدروا أنه يوصلوا لجزيرة إبيزا الإسبانية ووثقوا الرحلة كاملة بالصوت والصورة. الصادم في القصة أكثر أنه الشباب طلعت هذه مو أول محاولة لهم. السنة الماضية حاولوا أنهم يوصلوا لأسبانيا بنفس الطريقة وفشلوا، وقرروا هذه السنة يعيدوا المحاولة. وكان طلع واحد منهم وحكى كيف قدروا ياخذوا القارب وكيف وصلوا للجزيرة، وقدم كمان نصيحة للشباب اللي زيه. خاوتي حنايا كلي كنضلوا ندورو كيف في البور من هنايا نافيغو. خاوتي كنا مريحين في البور، شفنا فلوكا في الشط من هنايا، قلنا لازم هذيك هي، قلنا هذيك هي في بلاصتنا منا، قلنا خزرنا فيها لقيناها بليسونس بوكورو، رحنا ليها شفناها لقينا ليسونس شويه خاص، كان عندنا شويه ليسونس حطينا في الفلوكا هذيك ليسونسيال خاوتي، ومن بعد ديمارينا بيها. وكان واحد صاحبي تما يعرف شويه لابوصول، راكم شايفين خاوتي. حنايا انتيك ما فينا نافيغو في البحر منا وصلنا، ماشي جميع واحد يوصل، ماشي جميع واحد شغل ما يعرفش البحر يوصل له منا، بس هذا البحر مكتوب خاوتي، ما تقدرش تعرف كاع ربي اش يكتب لك. خاوتي انا نقول لكم حاجه، خديكم مطريق البحر خاوتي، اذا تقدروا لها مطريق، اذا تقدروا تجيبوا فيزا منا روح فيزا خويا، واذا ما تقدرش دير فيزا خويا خديك كاع من الحرقه، روح ريح في البلاد، دير دراهم، تقدر دير دراهم في البلاد، تنجح في السبور، ومول الفلوكه هذاك سمح لنا وفهم حكايتنا.